هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم ريفيو عن ساعتين لسه طالباهم. بصراحه حلوين قوي وعجبوني قوي 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 قوي. اول واحده هي البيضه دي رجالي، والخضره دي حريمي. انا هوريكم الاتنين وهقول لكم التفاصيل، ولو عايزين تعرفوا انا جبتها منين اكتبوا لي في الكومنت وانا هقول لكم. دي مينا فاصل، اسم الساعة مينا فاصل. حلو قوي، رجالي، تحفة تحفة بجد. الكواليتي بتاعتها خطيرة خطيرة خطيرة. دي كنت جايباها، دي اوريجينال، جايباها بالكتالوج بتاعها والسيريال نمبر بتاعها وكل حاجتها. وهوريكم برضو الحاجة. دي شكل العلبة، وده الكيس اللي محطوط عليها من فوق. دي شكلها تحفة بجد. كل العقارب بتاعتها شغالة، كل حاجة شغالة. في ساعات بتبقي جايباها بس العقارب اللي هي الثواني والدقايق اللي جوه دي مش شغالة. اهو ده السيريال نمبر بتاعها اهو مربوط فيها. وده الكتالوج بتاعها مكتوب عليها مينا فاصل، وازاي الساعة بتشتغل وايه كل حاجة مكتوب، دي بتاعت ايه وبتعمل ايه وبتشتغل ازاي. يعني كتالوج تعرفي تتعاملي بيه مع الساعة. شكلها حلو قوي 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 بجد، عجبتني. ولو حابين تعرفوا اي حاجة عن الساعات انا طلبتها منين، اي حاجة قولولي. مختومة من ورا من عند القفل مينا فاصل، اختصار لكلمة مينا فاصل. ومكتوبة برضو في المينا من جوه مينا فاصل. حلوة قوي. هنا انا كنت ماسكاها بالمشقلب بس مخدتش بالي. دي العقارب، بصوا انا كنت بوريكم العقارب شغالة ازاي، كنت بحاول اوضحها لكم في الكاميرا، بس الرينج لايت كانت ليه رأي تاني. دي كنت اول مرة افتحها معاكم دلوقتي والورقة بتاعتها اهي. دي شكلها، العقارب اشتغلت اهي. وهنا برضو بصراحة حلوة، حلوة قوي، والكواليتي بتاعتها حلوة قوي قوي قوي. دي لازقة كانت على الزرار بتاع الثواني وكده، بس انا كنت بحاول اشيلها. اهي دي فتحتها، كنت بوريكم ازاي بتتفتح كده. وشكلها في الايد تحفة بصراحة تحفة. انا كنت بحاول ان انا اوريكم ان دي بتتشال، بس انا مرضتش اشيلها بصراحة لاني كنت جايباها لاخويا. ومكتوب من ورا برضو في المينا من ورا مينا فاصل، ميني فاصل سوري. ومكتوب عليها السيريال نمبر مختومة. دي كنت بوريكم ان هي اوريجينال، مكتوبة من جوه برضو ميني فاصل. حلوة قوي قوي قوي. وبصراحة الكواليتي بتاعتها ابهرتني، مكنتش متخيلة ان هي حلوة كده. كنت بوريكم مختومة منين، مختومة من كذا حتة، وده دليل ان يوريكم ان الساعة دي اوريجينال. حلوة قوي. وفي ساعات بتبقى كوبي فيرست كوبي حلوة قوي برضو، بتبقى نوعها حلو قوي. دي كان شكلها في الايد حلوة قوي، عجبتني بصراحة. وشكلها شيك شيك قوي قوي بجد. بس انا هنا كنت بشيلها تاني. وبصراحة في ساعات برضو بتبقى فيرست كوبي وكوبي حلوة قوي قوي قوي. الرولكس اللي جنبيها دي حريمي، دي كانت فيرست كوبي حلوة قوي. تحفة تحفة بجد والله العظيم. انا الساعة بتاعت ميني فوسل دي كنت شايفاها على بيج كده على الانستجرام تقريبا، كنت شايفاها بحوالي 3000 جنيه. انا جبتها حوالي ب1000 جنيه بجد. ال 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 الناس بيبقوا بجد مزودين فيها كتير قوي، والبيدجات بتبقى مزودة فيها كتير قوي. ده كان شكل العلبة بيتقفل كده لو جايباها هدية لحد، تبقى حلوة. هنا كنت نسيت احط الورقة فشلتها وحطيتها تاني. لو جايباها بجد هدية لخطيبك، لجوزك، لاخوكي، بجد حلوة قوي قوي. مش محتاجة انك تحطيها في حاجة ولا انك تلفيها او حاجة. هي الشنطة بتاعتها شيك قوي، وشكلها والماتيريال بتاعتها حلوة قوي. تحسي فعلا لا هي دي انتي تحسي انك مش جايباها من هنا اصلا، جايباها من مول، من حاجة كده. بس حلوة قوي قوي. انا كنت طالباها اونلاين. لو حابين تعرفوا المكان ممكن اقول لكم في الكومنت. حلوة جدا. آه
عجبتني بصراحة. نيجي بقى للرولكس. الرولكس دي هاي كوبي. بصراحة انا بعشق ماركة رولكس بصراحة، والساعات بتاعتها حلوة حلوة قوي 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 بجد. كل حاجاتها حلوة بصراحة، كوبي او فيرست كوبي او اوريجينال، حلوة قوي. دي شكل العلبة من بره حلوة جدا، خضرة كده، والكلمة رولكس ذهبي، بتدي لمعة حلوة قوي. دي كانت حريمي فطبعا كانت اصغر. ده كان شكلها حلوة جدا، المينا بتاعتها خضرة بصراحة تحفة. هنا دي بقى فكيتها لان دي بتاعتي، اقدر ان انا افكها يعني. فكيتها وفكيت اللزق اللي عليها وفكيت كل حاجة بصراحة، عشان كنت خلاص يعني نطلعها عشان هلبسها. بصراحة عجبتني قوي قوي قوي. هي الفكرة بس ان هي صغيرة شوية، المينا بتاعتها صغيرة شوية عن الصور، بس هي عشان بناتي يعني وانساتي وكده، فطبعا الساعات بتبقى اصغر من الرجالي. هنا كنت بشيل اللزقة، كان ملزوقة من كل حتة ومختومة من الاستيك من ورا، اللي علامة الرولكس يعني، ومختومة من كذا حتة، وهوريكم الختم دلوقتي. هنا كنت بحاول ان انا افك الاستيك بتاعها علشان البسها يعني في ايدي واوريها لكم. بس هو بصراحة كانت ملزوقة بطريقة امنة جدا وحلوة، ومكنتش عارفة افكها بصراحة، فهفكها وارجع لكم. بجد هفكها، مش عارفة افكها. بجد كنت بحاول افك فيها مش عارفة. آم، حلوة. بصي هنا قلت افكها وارجع لكم بقى. انا كنت فكيتها بصراحة، عجباني قوي قوي، شكلها في الايد شيك بطريقة. يعني انا لو ما شفتها، ولو كنت بوري باخد رأي حد برضو فيها، قال لي باينة جدا جدا ان هي اوريجينال مش فيرست كوبي او كوبي. بصراحة حلوة جدا، بتتقفل كده، بتضغطي عليها من الجنب اهي، بصي بوريكي، بتتقفل وبتقفلي دي من فوق برضو امان. هنا بصي مختوم على القفل رولكس من ورا، علامة الرولكس، وبرضو على المينا في علامة الرولكس من جوه. موجود السيريال نمبر بتاعها، الحتة الخضرا دي، والختم بتاع رولكس اهي هنا. كنت بوريكم الختم، بصراحة حلوة قوي، عجبتني، شكلها حلو قوي في الايد، حلو حلو وتقيلة كده لا وبجد انا شفتها قلت لا دي اكيد بجد اوريجينال. اي حد يشوفها في ايدي هيقول لا دي اوريجينال، مش كوبي خالص. فبصراحة عجبتني قوي قوي قوي، وبجد هطلب منها واحدة تاني، بس مش هطلب الشكل ده، هطلب شكل تاني. عجبتني قوي قوي. ومختومة برضو من عند المينا من جوه رولكس، بس انا مكانتش واضحة قوي في الكاميرا. وبصراحة حلوة جدا وبجد، انصحكم انك تجيبوها، بجد حلوة قوي قوي قوي. لو عايزين تعرفوا انا جبتها منين ممكن تكتبوا لي في الكومنت وانا اقول لكم. كنت النهارده عامله لكم ريفيو عن الساعات، لاني كنت عامله ريفيو عن على القناه بتاعتي ازاي تفرقي بين الاوريجينال والكوبي. فانا جبت لكم حاجه بقى على الحقيقه كوبي. فلو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو ده. ولو في اي حاجه عايزين نعمل عليها ريفيو اكتبوا لي في الكومنت تحت. بس كده، باي.